السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لتعلم لغة بايثون. في هذا الفيديو غادي ندير أول تجربة ديالنا في بايثون خطوة بخطوة. أول حاجة، كيفاش نوجد ملف بايثون داخل VS كود. 1. كنفتح برنامج فيجوال ستوديو كود. 2. كنضغط على فايل ثم نو فايل. 3. كنمشي الفايلاز وكنسيف الملف بالاسم تيست بي. هذه الامتداد بيك يعني أن الملف ديالنا مكتوب بلغة بايثون. دابا نكتب أول كود بايثون برنت هيلو. كنكتب في التيرمينال بايثون تيست بي وغادي يطبع لينا هيلو. دابا غادي نشرح المتغيرات. المتغير هو اسم كنخزن فيه قيمة، مثلا x يساوي 4 y يساوي 4. هنا x فيها 4 و y فيها 4. نقدر نجمعهم ونعطي الناتج لمتغير جديد اسمه c. c يساوي x زائد y. باش نبع النتيجة برنت c، النتيجة غادي تكون 8. مثال آخر، نعرف متغير فيه اسم المستخدم. يوزر نيم يساوي خالد برنت يوزر نيم، غادي يطبع خالد. خلاصة، اليوم تعلمنا كيفاش نجهز أول ملف بايثون في VS كود، كيفاش نبع رسالة، كيفاش نستعمل المتغيرات x و y ونجمعهم في C، كيفاش طبع اسم المستخدم. في الفيديو الجاي غادي ندخل في أنواع البيانات وباش نعرف الفرق بين النصوص، الأرقام والقيم المنطقية. سلام.